أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، أهلا وسهلا بكم وبرنامجكم صورة مصرية، وصورتنا المصرية المشرقة النهارده ألا وهو رئيس حزب مصر قومي دكتور رفائيل بولس. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك يا مرحبا. أهلا وسهلا بحزب مصر القومي وتواجده بقوة في الإسكندرية والفعاليات لتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي. دوركم إيه يا فندم في الحزب؟ وكلمنا عن دور الحزب والاحتفالية بتاعت النهارده. هو طبعا وبلا شك ان حزب مصر القومي منذ تأسيسه هو حزب داعم للدولة ومؤسساتها وللقيادة السياسية، واحنا النهارده جينا اسكندرية لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة ان شاء الله ضمن مجموعة احزاب التيار الاصلاحي الحر. اصدرنا العديد من البيانات الرسمية بدءا من البيان الأول اللي احنا طالبنا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يترشح للرئاسة للمرة الثالثة. حضرتك فندم كلمنا وشفنا التجمع والتجمع الحاشد النهارده لحزب مصر القومي والأحزاب اللي في التيار الإصلاح الاقتصادي الإصلاح السياسي والتواجد الكبير ده. كلمنا بقى عن دور الحزب في الفترة القادمة بالنسبة للرئاسة والانتخابات وهتعملوا ايه في الانتخابات والظروف اللي جايه دي في مسانده السيد المرشح عبد الفتاح السيسي. بلا شك عشان احنا بقول لك احنا اصدرنا بيانات وبمطالبته بالترشح. ليه؟ لان احنا اخترنا عبد الفتاح السيسي من ضمن يعني الشخصيات اللي موجوده للترشح الاخرين، الا انه عبد الفتاح السيسي رجل المرحله الحاليه. تمكن من مسيرة الجمهورية الجديدة بدءا من تطهير سيناء الحبيبة من البؤر الإرهابية والإرهابيين، وصولا إلى مشروع قناة السويس الجديدة، وصولا إلى تطوير القوات المسلحة بريا وبحريا وجويا، وصولا إلى التمسك بالقضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية وعدم تهجير اخواتنا في فلسطين لمصر. ودي اكيد الحاجات اللي هي دي الوطنية البحتة اللي اعجبت الجمهور والشعب المصري كله والقيادات السياسية في البلد، الاحزاب السياسية والقوى السياسية. احنا النهارده كمان يعتبر هذا المؤتمر الرابع في اسكندرية. ايوه احنا اتكلمنا، هو عملتوا مؤتمرات قبل كده في محافظات مصر. اول مؤتمر كان في محافظة الداهلية، ثاني مؤتمر بعد الداهلية عملناه في المنوفية، والثالث اتعمل في محافظة سوهاج في الصعيد، الرابع هذا المؤتمر في اسكندرية، وقدامنا المؤتمر الخامس ان شاء الله الجمعة اللي جاية في القاهرة ان شاء الله يا فندم. المؤتمرات دي كلها لحشد الجماهير نحو تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن نقول كلنا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمة بقى هتقولها للشعب، كلمة بقى تقولها للشعب. لماذا؟ الحشد ده لماذا؟ عشان ندي رسالة للعالم كله إن مش مسألة إن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية فقط، لا، ده حب الشعب والمواطنين في جميع المحافظات هو الذي جعل عبد الفتاح السيسي ياخذ الدوره الثالثه في الانتخابات، وان شاء الله ربنا يديله ويديكم العمر طول العمر الدوره الرابعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا فندم. كلمه بقى هتقولها للساده المشاهدين وتقولها للشعب المصري عموما. انا بطالب الجميع بالنزول في الانتخابات الرئاسيه في ايام اللي جايه، يعني يوم 10 و11 و12 الشهر الحالي، للنزول في جميع اللجان الانتخابيه للادلاء باصواتهم ليقولوا نعم للسيسي. شكرا يا فندم. احنا في نهايه اللقاء بنشكر حضرتك دكتور رفائيل، شكرا جزيلا يا فندم ونورت اسكندريه. شكرا يا حبيبي، الف شكر. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع الدكتور رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي وتواجده فعاليات تأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسه قادمه. نشكركم على حسن الاستماع ونلقاكم مع شخصيه جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا.